سلام حبيباتي، صحة فطوركم وصحة رمضانكم وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. إن شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي في أتم الخير والسعادة. كما سبق وحضرت معكم لي كورني ولي سيجار بعجينة روعة ووريت لكم طريقة الحفظ تاعهم. اليوم حبيباتي جيت نحشيهم معكم بحشو اقتصادي وأكثر من رائع. ان شاء الله برك الوصفه تعجبكم. اذا ما كيش حبيبتي مابوني على القناه واول مره تشوفيني، نقول لك راكي قاعده تراطي في وصفات بزاف سهله واقتصاديه. نبداو الوصفه على بركه الله. جيبي نص صدر دجاج ولا صدر دجاج على حسب الكميه اللي عندك تاع لي كورني ولي سيكار. قصيه كاريات صغيره خلاه وتبليه بحبه ياغورت ناتور وشويه معدنوس. المعدنوس راح تمدلو بنه بنينه تهبل، سيرتو اذا كان عندك المعدنوس اخضر. زيدي له شويه ملح وشويه توابل الدجاج، والتوابل راهم يبقاو حسب الرغبه تاعك حبيبتي وحسب العائله تاعك واش تاكل. زيدي له شويه فلفل اسود، شويه كركم، شويه زنجبيل، واكيد بلا ما ننساو سنينة ثوم وشويه حرور للناس اللي هي تحب تاكل الحار. وخليهم يتماريناو، خلي هذاك الدجاج يتمارينا في التوابل حوالي ساعتين. ومن بعد حطي المقلة على النار تكون قليلة وحطي عليها شوية زيت وهبطي هذاك الدجاج وقعدي قلبي فيه بلا ما تغطي حتى ياخذ لك تحميرة. ما تغطيهش به ما يطلقش الماء تاعو ويجيك كأنه طايب في البرمة، ما يجيش كأنه مقلي. ما تغطيهش، قعدي قلبي فيه حتى يتحمر لك مليح مليح وتطلع هذيك الريحة التوابل البنينة. وكي يبدأ يتحمر زيدي عليه كريم فريش وشوية فرماج. ومن بعد غطي، كي تغطي المقلة راح الكريم فريش هذيك تطلق روحها وراح يذوب الفرماج وتولي عندك صوص روعة. تقدري تخليه كما هيك بعد، ولا تقدري تحكمي تزيدي فرشيطة وتزيدي كشغل ترحيه بالفرشيطة، ولا تحبي تخليه هيك بعد باه كي تاكلوا تستبنوا اللحم وهو قطع تاعو كبيرة. طفي عليه وخليه في المقلاة يبرد تماما حوالي ساعة. كي يبرد لك عمريه في البوش وجيبي لي كورني تاعك اللي راني جبتهم من الكونجيلاتور، خليتهم يتنحالهم لاكلاص، رجعوا كيما راهم كأني درتهم للمرة الأولى. عمري داك الحشو في البوش بوش جوتابل واحشي لي كورني تاعك وزيدي زينيهم بالفرماج ربي وراهم واجدين عنا. نتمنى نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم ونتمنى الوصفة تعجبكم. ما تبخلوش عليا بالجام وبالتعليقات المحفزة. وصحة فطوركم ودمتم في أمان الله وحفظه. سلام.